ده فلوج يوم في حياة راجعة من الشغل. ده علميا، لكن عمليا النهارده الخميس مولد النبي. كل سنة وانتوا طيبين. انا عارفة اني مقصرة معاكم في الفلوجات اليومين اللي فاتوا، بس على فكرة انتوا السبب، لان مفيش اي دعم ولا لايكس ولا كومنتات تشجعني. فشجعوني عشان ده اكبر سبب بيخليني اكمل. صحي النهارده حاسة اني عايزة اقضي يوم مختلف ولذيذ، فصليت واول حاجة عملتها كوباية نسكافيه، وقلت ان انا هشربها في البلكونة. الجو النهارده الصبح كان خطير ومشجع جدا. خرجت شغلت الغسالة. المهم البيبان عندي كانت بتعمل صوت صعب قوي وهي بتتفتح وتتقفل، فحطيت زيت في فرشة الزيت بتاعة المطبخ وزيت البيبان كلها. كل فترة بعمل كده وحقيقي بيفرق جدا. المهم قولولي، جبتوا حلاوة المولد ولا عاملين دايت عشان تو ماتش موسم مدارس ومولد النبي مع بعض؟ بعد شوية الغسالة خلصت، فنشرت أول راوند ولسه باقي 2. وحقيقي النهاردة ما كانش فارق لي أخلص امتى، المهم ان انا أخلص بدون أي ضغط. جماعة أنا بعشق إن أنا أقضي الصبح في البيت. بجد فكرة إني برجع بعد اليوم ما يكون خلص مش بحبها خالص، لأن أنا شخص نهاري. المهم ما كانش ليا نفسي إن أنا أفطر أول ما صحيت، فعملت فطار. بعد كده السندوتش ده عملته في الطاسة تحفة بجد. وبعد كده عملت فشار بالكراميل، لزوم الترويق على النفس برضو. ما انصحش ابدا حد انه يعمل فشار بالكراميل عشان ده ادمان. لو جربتوه مره مش هتبطلوا ان انتوا تعملوا. في اخر فيديو انتوا طلبتوا مني الطريقه اللي انا بعملها، وهي بيزك. انا مش بشتري الصوص بتاع الكراميل، انا بسيحه على النار، بحط السكر ومش بحركه خالص. واول ما يبتدي ياخد لون من الاطراف بحركه لحد ما يوصل للقوام. بحطه معاه رشه ملح، وبعد كده بيكون الفشار خلص بحطه على ما خلصت كان تاني راوند خلص، فنشرته وخرجت على الريسبشن. اديت ترويق سريع، هي الدنيا ما كانتش سيئه للغايه، فرجعت كل حاجه مكانها وشويه تلميع كده والدنيا بقت زي الفل. في بنات بعتلي بتقولي مفيش تنظيفات قبل المدارس. انا عندي السنه كلها مدارس، فمش عارفه يعني ايه تنظيفات قبل المدارس دي. سؤالكم خليني عايزه اسال البنات اللي بتشتغل، انتوا بتستغلوا يوم الاجازه ازاي وبتعملوا ايه؟ النهارده انا ما كنتش هعمل اكل، فكان في شويه مواعين في الحوض فحطيتهم في غسالة الاطباق وشغلتها. وشوفولي هالجمال، احلى لقطه في اليوم كله. بحس ان انا مش عايزه حاجه من الدنيا تاني. اديت ترويق سريع للاوض النهارده. حاسه ان انا محتاجه ان اجيب ملايات الفتره ديت، ولكن قولولي ايه افضل مكان بتجيبوا منه، وبتاخدوا مقاس الملايه عندكم ازاي؟ هل بتاخدوا الارتفاع ولا بتاخدوا الطول والعرض بس، عشان اقدر ان انا اقول المقاس مظبوط. استراحه محارب بقى. جبت المج دوت ب60 جنيه. حاساه غالي مش عارفه ليه، بس انا ما عنديش مجات كبيره. فجبت دوت عشان اقدر ان انا اعمل فيه ايس كوفي، وهو الصراحه قضى الغرض يعني. عملت ايس كوفي خطير يا بنات. لو عاوزين الطريقه قولولي في الكومنتس. تالت راوند من الغسيل كان خلص، وكان فاضل على المغرب حاجه بسيطه. نشرت وخرجت. كان في كوم غسيل طبقته، واديت كنسه سريعه للبيت. كنت طلبت بيتزا مارجريتا ناكلها النهارده، وبجد والله مش عارفه مين اللي قال ان بيتزا البيت وحشه. مش هظلم البيتزا ديت، ولكن هي كان ناقصها ملح الصراحه. وعموما في مصر انا شايفاه يا بريموس يا بيتزا البيت. وبس كده، فلوج النهارده خلص. ما تنسوش اللايك والكومنتات، واشوفكم في فلوج جديد. باي باي.